السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاجل السمارت ده جن. في الفيديو ده احنا في عنبر هنوضح فيه ازاي تقسم بطارياتك في العنبر بحيث تعمل تناسق في الراس. هنا العنبر بتاعنا العميل هو قال لي مساحة العنبر هنا عندي 150. انا كنت محتاج اعرف العرض ده عشان ازاي اوزع البطاريات. هنا هو قال لي العنبر بتاعي 150 متر، تمام. فانا قست من هنا من العمود ده لحد الحيطه دي كان 73، ومن هنا لهنا 73، والعمود نفسه 55. فانا عرفت ان كده ايه، عرفت ان هنا من هنا لهنا كده 73. طيب البطاريه دي هي بطاريه فك وتركيب. احنا هنا عملنا ايه، سيبنا حوالي من هنا لهنا كده سيبنا حوالي متر 20، ونفس الكلام من هنا كده من اول هنا لحد العمود هيبقى متر 20 علشان يبقى ايه، علشان يبقى المسافه ايه متساويه، والخط ما يسرحش مننا لا شمال ولا يمين. ما ينفعش انا بعد ما اركب الخط كده بتاعي اجي الاقي الخط زنق معايا ناحيه الشمال كده او ناحيه اليمين كده. طبعا انا دلوقتي هشد خيط كده اهو، هشد خيط وابدا امشي بيه كده، واخدين بالك؟ هبدا امشي بيه كده. الخيط ده هيبقى هو المقاس بتاع اللي انا بشتغل عليه عشان الخط ما يسرحش مني يمين ولا شمال. دي بطاريات فك وتركيب. اي نعم هي يمكن فيها مشاكل بسيطه خالص، ولكن ايه، طبعا احنا الشغل ده لسه هنلحمه تاني. في حاجات عاوزه تلحم تاني هنا. في حاجات، في لحمات زي كده. شايفين اللحام ده مثلا، اللحام ده طاقج، هنمشي عليه بمكانة اللحام بقدر الامكان. او نفس الكلام، شايفين الوضع ازاي اهو. ادي العيوب اهو، ادي العيوب بدات تظهر اهو. بص ادي مشاكل البطاريات اللي هي فك وتركيب اللي بيقول عليها دي. ودي الشاكوش هناك. هات الميزان الميه كده، ناخد بالنا ميزان الميه اهو. لو حطينا الميزان الشغل مش موزون. طبعا انا لسه هنا البطاريه عاليه من ناحيه وواطيه من ناحيه. شايفين الميزان؟ الشغل مش موزون صح، الشغل مش موزون صح، تمام. الارض مش مظبط طبعا عشان دي خرسان. ده اهو. طبعا انا بوزن ايه، بحاول اوزن كل حامل احطه او كل فرد حامل احطه اوزنها عشان يبقى الشغل طالع ايه، طالع مظبوط وطالع صح بقدر الامكان. الله ينور عليك يا ريس محمد.